السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم فيديو جديد وفي جريمة جديدة. الجريمة النهاردة مختلفة وغريبة جدا، أو يمكن كنا بنشوفها في الأفلام بس أو في المسلسلات، يعني المسلسلات كمان كنا بنقول عليها إن هي مسلسلات مش كويسة وما ينفعش تظهر لنا وكده. الجريمة إن في أشخاص خطفوا شاب في محافظة الدقهلية، في قرية من قرى محافظة الدقهلية، ولبسوه فستان نسائي زي ما اللي انتوا شايفينه في الصورة ده. هو ده الشاب اللي هما خطفوه، ولبسوه فستان نسائي ومشوه جروه في الشارع، تمام، وقعدوا يضربوا فيه وبسلاح ابيض. قعدوا ايه، يعوروه وهو ماشي في الشارع، طبعا مع الضرب المبرح اللي هم عمالين يضربوا فيه. فما كان ان في واحد شاف الواقعة واتدخل عشان ينقذ الشاب ده، فضربوه برضو بنفس السلاح الابيض اللي معاهم ده. فالشاب اتنقل للمستشفى بس للاسف مات، يعني هو مات من الضربات اللي هم ضربوها له دي بالسلاح الابيض اللي كان معاهم. ايه اللي حصل وليه كده وايه الموضوع انا مش عارفه. بس بصوا، دي صورة الشاب دلوقتي في البيت، يعني هو مصاب ومتبهدل طبعا، لان هم جرحوه يعني بسلاح. تخيل انت حد يعني لا قدر الله، يعني واحد مثلا حد بيجرح فيه بسلاح ابيض، ايا كان بقى مطوه او اي حاجه، و... وماشيينه في الشارع وملبسينه لبس ستات يعني بصوا ساحلينه ازاي اصلا، يعني بجد حسبي الله ونعم الوكيل. القصة دلوقتي المنتشرة عن الموضوع ده ان هو كان متقدم لبنتهم او يعني لاختهم، يعني من اهلهم يعني. وهم رفضوه، بس اكتشفوا ان هو لسه بيتكلم معاها، يعني هو لسه على تواصل معاها. فهم عملوا فيه كده، اللي هو يعني ايه، بيعملوا لقطة او حاجة كده، اللي هو ايه، يعني انت تلزم حدودك. فاللي هو بدل مثلا ايه، ما نجيب ناس ولا نقول لا يا ابني ما تعملش كده، ولا نعمل اي حاجة، يعني فاهم، ولا حتى نهددك، نشتمك، نزعق لك، نروح لاهلك، اي حاجة. ده فعلا اللي حصل، هو ده المتداول دلوقتي على السوشيال ميديا. لكن الله اعلم، يعني برضو التفاصيل لما، عشان الواقعة لسه حاصلة، فلسه التفاصيل هتبان برضو مع الوقت يعني. آه ف... فالله اعلم ايه اللي حصل. بس انا مش عارفه ليه، يعني ليه ده بيحصل ليه بيحصل في البلد؟ ليه؟ هل احنا ما عندناش قانون؟ احنا عندنا قانون. هل ما عندناش عقاب؟ عندنا عقاب. يعني كل حد بيموت حد وبيقتل حد بيتاخد والله، وبيتسجن وبيتعدم وبيتحكم عليه وبيتبهدل وبنتفرج عليه كلنا. ليه انتوا عايزين يعني تطلعوا ترند مثلا، ان انت تبقى قاتل فتطلع ترند مثلا، ولا ده ايه؟ ما هو مفيش حاجة تانية غير كده. ما انتوا مش بتعملوا حاجة تانية غير كده. انا ايه يعني ايه الفكرة ان انا كل ما ابقى حد يبقى مغلول من حد شوية يروح يقتله؟ طب وليه اقتله؟ ليه ما انا ممكن اتكلم معاه، ممكن اشتمه، ممكن اهزقه، ممكن اي حاجة. انا مش عارفة ده ليه بيحصل. انا مش عايزة اطول في الفيديو اكتر من كده. بس يا ريت يعني كل شخص بيسمعني، يا ريت حتى لو عندك مشكلة مع حد والمشكلة دي كبيرة جدا، انت مش قادر تستحملها على نفسك، على كرامتك، على دمك، على اي حاجة، شوف مين المسؤول، شوف مين ممكن ترجع له، شوف ايه اللي ممكن تعمله. بس لو سمحت ما تخالفش دينك، ما تخالفش قانون بلدك، ما تخالفش حتى انسانيتك. يعني انت اما تقتل بني ادم او تلبسه كده او تمشيه، تضرب بيه فيه بسلاح في الشارع، فين انسانية في كده؟ فين الضمير؟ فين الاخلاق؟ فين اي حاجة؟ انت كده مش بني ادم. معلش، الكلاب في الشارع ما بيعملوش في بعض كده، احنا كبني ادمين بنعمل في بعض كده ليه؟ والشخص اللي توفى ده بدون اي ذنب، هو كده راح شهيد. هو كان بيدافع عن شخص واتضرب ومات، يعني اتضرب بسلاح ومات. فالله اعلم عنده اولاد، عنده اهل، عنده اكيد ناس كتير محتاجينه، بيصرف على عيلة، بيصرف على بيت. ليه كده؟ فانا بصراحة ما عنديش اي حاجة تانية اقولها غير كل اللي قلته ده وخلاص. انا على كده هنهي الفيديو واشوفكم في فيديو جديد. ويا رب ربنا ما يوجعناش في نفسنا ولا في اهلنا ولا في اي حاجة بنحبها يا رب. خلوا بالكم من نفسكم ومن اولادكم. الناس لسه بتربي، ربوا ولادكم كويس. ابوس ايدكم، ربوا ولادكم كويس. ما ينفعش ان كل حاجة نقعد نقتل ونغدر ببعض كده ونهين بعض بالطريقة دي. كل حاجة ليها اصول، ربوا ولادكم على الاصول. اتعلموا الاصول. مش لازم، يعني حتى لو حد ما يعرفش ايه الصح من ايه الغلط، ممكن يدور، ممكن يسأل، ممكن يعمل اي حاجة. مش لازم يقتل. مش لازم تموت نفسك وتضيع نفسك. انت اكيد برضو انت شخص، حتى انت لو قاتل، لو انت الشخص نفسه اللي قاتل او انت اللي عامل كده، انت عندك مثلا ولاد، عندك ام، عندك اب، عندك اخ، الناس دي كلها محتاجه لك. عندك شغل،
الشغل ده برضو محتاج لك، انت برضو محتاج لفلوسه. ليه تهدم كل ده عشان لحظة غضب او عشان ساعة غضب؟ هتستفاد ايه؟ انت لما تقتل شخص وتروح تتعدم هتستفاد ايه؟ انت استفدت ايه؟ انت كده يعني فشيت غلك فيه؟ انت ما لا ولا اي حاجة. انت ممكن تضايقه بكذا طريقة، ممكن تعصبه ممكن تاخد حقك بكذا طريقة. ليه بنختار الحل الأزبل؟ ليه بنختار الحل الأزبل؟ فعلا حرفيا ليه بنختار الحل الأزبل؟ ليه يعني؟ انا مش عارفة. كل التساؤلات دي انا بسألها من كل حاجة بتحصل. جريمة غريبة والناس ما بتتعظش للأسف، والناس بتقعد تكرر في الجرايم، الجريمة دي فريدة من نوعها وفي ناس كتير كتبت ان هي شافتها في مسلسل معين كده. فتاني كلنا طبعا عارفين المسلسل، يعني مش هقول عنه او اي حاجة. بس كده معلش انا رغيت وطولت شوية في الفيديو، بس انا بجد مستاء جدا من اللي حصل. شكرا جدا ليكم. واشوفكم في فيديو جديد. يا ريت لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي تعملوا لايك او سبسكرايب، ويا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد بخير يا رب. باي باي.